اوه، هاي الخبزة عندي تأمرت وصارت. شايفين على اللون الذهبي؟ يا سلام. السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم كل متابعيني. انا الشيف حسام، يسعد لي اوقاتكم دائما. بتمنى تكونوا صحه وسلامه. اليوم لانه المدارس فتحت مثل ما بتعرفوا، والطلاب دائما على المدرسه بياخذوا معهم السندويش، حبيت اعمل لكم خبزه السمون كثير طيبه ومناسبه وحجمها كثير ممتاز لناخذها معنا على المدرسه. خليكم معي خطوه بخطوه لنشوف شلون رح نعمل مع بعض خبزه السمون. لعجينه السمون انا بحاجه ل5 كاسات من الطحين الابيض، معلقة وسط من الملح، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقتين كمان كبار من السكر، كاسة مي فاترة، وكاسة حليب كمان فاترة، وعندي نص كاسة من الزيت النباتي، وعندي صفار بيضة. بالآخر راح أدهن فيه وش الخبزة قبل ما أحطها بالفرن. خطوة بخطوة خليكم معي لنشوف شلون راح نعجن العجينة لتطلع معنا أطيب خبزة سمون تاكلوها إن شاء الله من تحديات الشيف حسام. يلا بسم الله راح نبلش. مي فاترة، الحليب، خميرة مع السكر، حركهم شوي. بغطيهم شوي حوالي 5 دقايق، بريحهم لحتى بس يتفاعلوا مع بعضهم، وبنرجع بعد 5 دقايق ان شاء الله. بعد ما مضى 5 دقايق بكون عندي الخميرة مع الحليب مع المي والسكر تفاعلوا. رح نزل الملح مع الوسط والزيت، حركهم شوي. تمام، يلا بنصير ننزل شوي شوي من الطحين. عجينتنا كتير سهلة وهينة إن شاء الله، ما بتعذبوا فيها وبتاخدوا نتيجة كتير ممتازة. في شغلة بدي أحب نوه عليها وأنا عم بعجن العجينة، إنه نحنا حطينا 5 كاسات من الطحين. بدي نبه على شغلة، ممكن أنا أحتاج من الطحينات 4 كاسات ونص، ممكن أخذهم كلهم. هذا الطحين كمان أول مرة بشتغل فيه، والطحين ممكن اللي عندي أحتاج 5، يكون أنتوا عندكم الطحين غير، ممكن تحتاجوا العيار 4 ونص، بس ما في مشكلة. انتبهوا على الشغلة هاي، الطحين بيختلف الأنواع تبعيته. لا لسه بدي شوي. الطحين كل اللي عندي نزلته. العجينة عندي طرية وعم تلزق على الكف، راح أدهن الكف بزيت، ما في مشكلة. لا تخلوها تقسى وتفكروا إنه طرية بدها لسه طحين، لا خلص، هي عجينتنا لازم تكون طرية لحتى تنفش معنا منيح. بعد ما انتهينا من تشكيل العجينة، نقلت العجينة لبولة نظيفة، أغطيها بستريتش واتركها حوالي ساعة تقريبا، بتضاعف حجمها. الخطوة اللي بعدها بتضلوا معي لنشوف شلون راح نقرص العجينة وشو راح نساوي بعد هيك. يلا راح نرجع للعجينة اللي ريحناها. مثل ما شايفين تضاعف حجمها، أكيد البولة إزاز ومبين من هالطرف إنه حجمها تضاعف. خميرة أخذت مفعولها، راح ارفع الغطاء الستريتش. تقريبا وزن العجينة عندي كيلو 1000 جرام.
بدي اعملهم 20 قطعة، حطهم بالصينية هي تقريبا، يعني رح تطلع عندي القطعة حوالي 50 جرام. رح ادهن ايدي بالزيت، تمام، مشان ما تلزق، تمام. عندي كمان في ناحية تانية ما بدي انا كتير اشتغل العجينة ادعكها كتير مشان ما بيروح منها الهواء. رح نحاول كل قطعة عنا، تمام، نعملها على الشكل هذا، تمام. حطها بالصينية عندي. باخذ القطعة اللي بعدها مثل ما حكينا تقريبا، خلينا ناخذ الكمية تكون تقريبا 50 جرام. لو عندكم ميزان بيكون أحسن. طلعت 47 جرام، ما في مشكلة. شايفين ضبة من تحت، كمان شوي هيك بحاول من فوق الرصة، بحطها هون جنب اخواتها. يلا مثل ما شايفين طلع معي هالشكل هذا. رح كمل بقية العجينة اللي عندي. بعد ما انتهيت من تقريص العجين رح اتركهم حوالي 10 دقايق لربع ساعة ليرتاحوا بجو الغرفة، ما في مشكلة، وبغطيهم. مثل ما ملاحظين عندي العجينة اللي قرصتها بالبداية شلون بلشت تختمر وتعطي حجم. شوفوا هدول اللي سويتهم في الأخير لساته حجمهم صغير. راح نغطيهم ونتركهم مثل ما حكينا من 10 دقايق لربع ساعة جو الغرفة، ونشوف الخطوة الثانية قبل ما ندخلهم على الفرن شو راح نعمل بالعجينة تبعنا. خليكم معي تابعوني. راح نكشف على العجينة اللي عندي لنشوف شلون طلعت. يا عين، شايفين بلشت شلون تختمر؟ حلو. راح نشتغل بالخطوة الأخيرة قبل ما ننزلهم على الفرن. مثل ما حكينا بالبداية كان عندي صفار بيض، ضفت لهم حوالي 10 نقط من الخل. راح ادهن فيهم حبات العجين كلياتها اللي عندي حتى من على الأطراف. إذا بدهنهم بيكون أفضل لآخذ لون من كل الأطراف. مثل ما ملاحظين بعد ما انتهيت من دهن حبات الخبز اللي عندي بصفار البيض والخل، راح ادخلهم على الفرن اللي محميه على درجة حرارة 180 من تحت، وراح احطهم على الرف النصاني. ولما بشوفهم استووا شوي من تحت بشغل كمان الفرن من فوق. بيحتاجوا المدة من فوق ومن تحت لحوالي 15 دقيقة. خليكم معي وشوفوا شلون راح ندخلهم على الفرن وشو راح نطلع بنتيجة نهائية ان شاء الله بتكون ممتازة. شايفين الحبات عندي شلون اخذوا حجم، عم يتضاعف حجمهم شوي شوي، ما احلاهم، وشوي شوي عم ياخذوا لون. دائما بنضلوا جنبهم لتشوفوهم. اوه، هاي الخبزة عندي تأمرت وصارت، شايفين على اللون الذهبي؟ يا سلام. خطوتنا الأخيرة رح ساويها بالزبدة. رح حاول ادهن بعد ما طلع من الفرن مثل ما شايفين كل حبات الخبز اللي عندي. شايفين النتيجة اللي حصلنا عليها؟ كتير نتيجة ممتازة وشكل ولا أروع من هيك. الطلاب اللي بياخدوا سندويش جبنة مع الخس بنقسمها وبنحط بقلبها المكونات هاي، بنحطها باللانش بوكس. كتير طعمة ولا أطيب من هيك، ونتيجة ولا أشهى من هيك. هي الفكرة اليوم اللي حبيت أوصلكم إياها. الوصفة بتلاقوها بصندوق الوصف لكل اللي شافوا القناة تبعتي وشافوا الفيديو بالذات ولسه ما اشتركوا بالقناة. اشتركوا وفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد. معكم الشيخ حسام اللي بكل أكلة عم يترك بصمة، وبأمان الله بترككم.